الارق والتعب النفسي ومشاكل عدم النوم جيدا ومشاكل يعني نفسيه كثيره جدا، وموضوع منتشر جدا تقريبا، يعني كل الناس الا من رحم ربي عنده المشكله دي، يعني اللي مراته ضرباه واللي يعني مشاكل كثيره جدا، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب منها. كل الناس عندها المشاكل دي. لذلك النهارده انا حبيت ان ابدا الحلقه باول وصفه النهارده خاصه بموضوع التعب النفسي. والتعب النفسي يعني الانسان يحاول ان هو يرجع الى الله عز وجل. احنا زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، هو اللجوء الى الله عز وجل هو السبب الاول والاخير في العلاج بفضل الله عز وجل. لو تناول الانسان مستحلى البنفسج كل يوم كوبايه بفضل الله عز وجل بتقضي تماما على الارق، وهي يعني وصفه مجربه جدا وممتازه جدا جدا جدا. فاسال الله ان يشفيكم وان يعافيكم وان يبارككم. كان معانا اتصال في الحلقه الماضيه، اول اتصال كان خاص بموضوع الضعف الجنسي، والنهارده هنقول وصفه طيبه جدا يا ريت الكنترول يبدا يجهزها وينزلها على الهواء. وصفه حسن المصري، وصفه من الوصفات الطيبه جدا اللي اثبتت نجاحها في الفتره الاخيره، ويمكن كانت سبب في يعني سعاده ازواج كثيره جدا. يا رب بس الكنترول يبدا يجهزها وينزلها لنا على الهواء دلوقتي. الوصفه هي عباره عن 50 جرام جينسينج، 25 جرام زنجبيل، 25 جرام حبوب لقايه. الان دلوقتي على الهواء ان شاء الله هنقولها تاني، الناس يا ريت تحاول تكتبها ان شاء الله، هي وصفه ممتازه جدا. طيب 50 جرام جينسينج، 25 جرام زنجبيل، 25 جرام حبوب لقاح، 25 جرام غذاء ملكات النحل، 25 جرام شرش زلوع، 50 جرام بروبليز، 25 جرام طلع نخيل، 15 جرام قرفة اندونيسي، 15 جرام خولنجان، 10 جرام عود قرح، 10 جرام عود قرح. الوصفة نقولها مرة تانية لأن الوصفة دي طبعا من الوصفات المهمة جدا اللي بيسأل عليها ناس كثيرة جدا، لذلك احنا إن شاء الله نكررها أكثر من مرة. الوصفة 50 جرام جينسينج، 25 جرام زنجبيل، 25 جرام حبوب لقاح، 25 جرام غذاء ملكات النحل، 25 جرام شرش زلوع، 50 جرام بروبليز، 25 جرام طلع نخيل، 15 جرام قرفة اندونيسي. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا كثيرا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. يا استاذ محمد اتفضل. يا دكتور انا كنت عايز بعد اذنك اسال على وصفه اعشاب لفيروس سي. النهارده في وصفه فيروس سي هتتقال، يا ريت الناس كلها تجهز، يعني النهارده ان شاء الله عز وجل هتتقال وصفه، ويمكن فيروس سي كان سبب في ان ناس كتير قوي تنصب عليها النهارده في الزمن دوت من العشابين ومن العطارين والناس بتعمل اعلانات على التلفزيون. فلذلك انا اصريت النهارده ان انا اعيد وصفه فيروس سي على الهواء، يا رب تكون جاهزه معانا في الكنترول وهنقولها ان شاء الله، بس انت جهز ورقه وقلم وبعد ما تجهزها ان شاء الله تاخدها وهتبقى كويس جدا ان شاء الله عز وجل. ناخد اتصال اول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم دكتور حسن. مرحبا كثيرا. ازي حضرتك؟ ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. وحشتنا يا دكتور. ربنا ربي يحفظكم ويبارك فيكم، واسال ان تشكوا لك الجنه. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اللهم اسال الله ان يغفر لك يا رب وان يتقبل منك. اللهم امين يا رب. والله يا دكتور في عندي سؤالين كده. اتفضل يا اخي. اول سؤال عن عايز وصفه يا دكتور للروماتويد. وصفه الروماتويد؟ والشخص اللي عنده روماتويد ده عنده سكر. احنا قلناها الحلقه اللي فاتت عنده سكر، تمام. يعني عنده سكر بس عنده روماتويد، فحضرتك احنا عايزين وصفه للروماتويد بس تناسب برضه السكر. حاضر ان شاء الله هرد عليك باذن الله. ناخد اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ركبتي وجعاني والوزن زياده. عند حضرتك ايه؟ ركبتي الشمال. الم المفاصل يعني؟ والوزن زياده وبرضع. سن حضرتك كام سنه؟ 32. طيب تابعيني ان شاء الله، هقول لك حاجه لالام المفاصل النهارده وحاجه لتخسيس ان شاء الله عز وجل. نرجع للموضوع الثاني، موضوع حسن المصري والوصفه، يا ريت تنزلوها تاني عشان الناس كلها شبه بتعاني من المشكله دي، معظم الشعب المصري الا من رحم ربي بيعاني من المشكله دي. 50 جرام جينسينج، 25 جرام زنجبيل، 25 جرام حبوب. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. لو سمحت يا دكتور. اتفضل يا اخي. انا كنت عايز اسال حضرتك، كان في ارتجاع في المريء، اي وصفه لارتجاع المريء يا دكتور بعد اذنك؟ احنا قلناها الحلقه اللي فاتت بس هقولها لك، مش مشكله. سن كام حضرتك؟ كام سنه؟ السن 26 سنه. 29 سنه. بقالك كام سنه تعبان؟ ده انا يا دكتور كانت نقل فيروس بي الفتره اللي فاتت دي. كان عندك ايه؟ كان في فيروس بي. فيروس بي، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب. الله كريم. فاستمريت مع الدكتور لحد ما الفيروس انتهى.
الحمد لله رب العالمين. بعدها اكتشفت الموضوع ارتجاع المريء ده. سهله، ارتجاع المريء سهله ان شاء الله. اسال الله ان يشفيك، اللهم امين يا رب العالمين. الله يكرمك. ابشر ابشر ان شاء الله. شفاك الله عافاك. يا ريت نزلنا حسن المصري تاني عشان نقولها في عجاله وبعد كده نكمل. حسن المصري هي 50 جرام جينسينج، 25 جرام زنجبيل، 25 جرام حبوب لقاح، 25 جرام اغذيه ملكات النحل، 25 جرام شرش زلوع، 50 جرام بروبليس، 25 جرام طلع نخيل، 15 جرام قرفه اندونيسي، 15 جرام خلنجان، 10 جرام عود قرح. يطحن الجميع ويعجن في كيلو عسل نحل وتتاخد معلقه على الريق ومعلقه قبل النوم. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. من فضلك يا شيخ والله عايزه وصفه للضغط المرتفع. ضغط مرتفع؟ ايوه. تابعينا في وصفه النهارده ان شاء الله. طيب والتخسيس الله يرضى عليك. والتخسيس النهارده ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. سمحت اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا فندم. ايوه يا دكتور. تحت امرك يا فندم. لو سمحت انا عندي بهاق في رجليا النهارده وعندي دوالي النهارده بوصفه ورجليا ورمه. النهارده البهاق والدوالي هتتقال النهارده ان شاء الله. البهاء قصدي معذره النهارده هتتقال والدوالي الحلقه الجايه. رجليا ورمه خالص يا دكتور. نعم يا فندم. رجليا عندي ورم في رجلي ومش بقدر ادوس عليه. شفاك الله عافاك. هقول لحضرتك النهارده على وصفه باذن الله عز وجل. سن حضرتك كام سنه؟ طيب قطع الاتصال للاسف. بعد كده كان معانا اتصال خاص ب السكر. والسكر بفضل الله عز وجل يعني كل من جرب هذه الوصفه شوفي تمام بفضل الله عز وجل، يعني لدرجه ان احد الناس اخذ الوصفه لدرجه ان سكرها حصل له. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. مرحبا كثيرا. اتفضلي. لو سمحت ربنا يكرمك. اللهم. انا عندي مشكله جامده قوي ان انا وزني 140 وسني 36 سنه. طب مش عارفه اسم حضرتك بس الاول عشان نرد عليك بعد كده. اسم حضرتك؟ طب انا اسمي امل. استاذه امل. سن حضرتك كام سنه يا فندم؟ نعم. سن حضرتك؟ سن 36. شفاك الله عافاك. بتقولي بقى المشكله بتاعت حضرتك؟ نعم. المشكله ان انا وزني قرب على 140 ومش قادره امشي ومش قادره. طول حضرتك كام؟ طولي 160. 160. حضرتك جهزي ورقه وقلم. بس حضرتك انا عايزه حاجه كده تسد النفس وربنا يكرمك تقولها لي بالراحه كده. حاجه تسد النفس؟ يعني عشان جنين القمح احسن حاجه ممكن تسد النفس. نعم. جنين القمح افضل حاجه ممكن تسد النفس. طب اخده ازاي حضرتك؟ تاخدي معلقه كل يوم على الريق هتسد لك نفسك طول النهار ان شاء الله. بس انا هقول لحضرتك على وصفه ثانيه للتخسيس ان شاء الله. السكر بفضل الله عز وجل في ناس كتير جدا ربنا من عليهم وشوفوا تماما 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 من السكر لدرجه ان احد الناس بفضل الله عز وجل حصلت له تعب ليلا، فاخذ ابنه اخذه الى الطبيب والى المستشفى فوجد ان سكره انخفض تماما تماما. فكانت مشكله كبيره جدا. فالناس الوصفه ما شاء الله ممتازه وممتازه وممتازه، ونعرف بعض الوزراء استخدامها وبفضل الله شوفي تماما يعني بفضل الله عز وجل. الوصفه وصفه السكر، يا ريت الكنترول ينزلها على الهواء. 75 جرام سموه، 50 جرام جعده، 25 جرام حبه البركه، 25 جرام فوه اللي هي عروق الصباغين، 25 جرام شرش رباص، 25 جرام جذر كرومب. دي وصفه السكر. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور. اتفضلي يا فندم. انا مدام عزه الخياط. مرحبا يا فندم. مرحبا بحضرتك من دمياط. يا مرحبا اهل دمياط. اهلا بيك. بقول لحضرتك اتفضلي يا فندم. انا عندي بالنسبه للدوره عندي نزيف شويه. الدوره عند حضرتك بتغيب؟ ايوه. بيجي معانا نزيف طيب ولا حاجه؟ سن حضرتك كام سنه يا فندم؟ 45 سنه. 45 سنه. حاضر. طب الموضوع ده مع حضرتك من زمان ولا لسه جديد؟ لا بقالي اكتر من 10 سنين. طيب هقول لحضرتك على حاجه النهارده ان شاء الله عز وجل هتضبط لك الموضوع البيوريتي خالص ان شاء الله عز وجل. تابعيني ان شاء الله. لو ما قلتلكش لو مش قلت لحضرتك النهارده الحلقه دي هقول لحضرتك على الحلقه الجايه. انتوا بقى تتابعوا كل يوم قناه الصحه والجمال تشوفوا الشريط اللي تحت. اليوم اللي انا هبقى فيه انتظروني ان شاء الله. وصفه السكر زي ما قلنا 75 جرام سموه، 50 جرام جعده، 25 جرام حبه البركه، 25 جرام فوه، 25 جرام شرش رباص، 25 جرام جذر كرومب. الوصفه موجوده قدامكم على الهواء. هنقول طريقه الاستعمال. هنجيب الوصفه دي كلها نطحنها على بعضها، ناخد معلقه من الخلطه، يعني نجيب الوصفه دي كلها ونعملها عمليه جرش.
بعد ما نعمل لها عمليه جرش ناخد معلقه على كوبايه ميه ونغليها كويس. بعد ما نغليها كويس هنشرب قبل الاكل يا اما بعد الاكل. لو انا انتظمت ان اخد قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء يبقى انتظم اخد قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء. لو حبيت اخد بعد الفطار يبقى بعد الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء. وناخد